اختفى من 30 سنة وظهر في بيت جاره. قصة هزت المجتمع الجزائري في الأيام الأخيرة وفيها تفاصيل تشيب هتعرفوها كلها دلوقتي. القصة بتبدأ في التسعينات وتحديدا سنة 1996 لما اختفى شاب جزائري اسمه بن عميرة عمر، وفضل أهله يدوروا عليه أيام وشهور وعملوا إعلانات في الإعلام لكن ما عرفوش يوصلوا له. الشرطة الجزائرية أعلنت إنه مفقود ومحدش عرف أبدا يوصل له طول ال 28 سنة اللي فاتوا. حتى أم الشاب ماتت من حسرتها عليه واتقفلت القضية من وقتها لحد ما اتفتحت تاني في مايو 2024 لما انتشر بوست على الفيسبوك لواحدة كتبت فيه عن بن عميرة عمر وإنه موجود لسه في المكان اللي كان ساكن فيه، وكشفت اسم الشخص اللي كان خاطفه طول السنين دي. وقتها الأهالي اقتحموا المكان اللي مخطوف فيه واللي كان بعيد عن بيته 200 متر بس، وكانت المفاجأة إنهم لقوا بن عميرة عمر. ولما خرجوه من الاسطبل اللي كان محبوس فيه جوه البيت كان مش قادر يتكلم في البداية من الصدمة، وبعدها فجر مفاجأة غيرت القصة كلها. بن عميرة قال إنه كان بيشوف أهله وهو محبوس من فتحة في الاسطبل، ورغم كده ما كانش بيبقى قادر ينادي عليهم، وكان بيحس إن في قوة غريبة منعاه من كده. صحيح إن التحقيقات لسه شغالة، لكن النتائج الأولية بتقول إن الجار خطف بن عميرة علشان يستخدمه في أعمال السحر، وده اللي بيفسر برضه كلامه بإنه كان في قوة بتمنعه يستغيث. ويشاء القدر بعد 30 سنة يحصل خلاف على ميراث بين الخاطف وبين الست اللي نشرت البوست على الفيسبوك علشان تتكشف أغرب قصة ممكن تسمعها في حياتك.